السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم أحلى متابعين قناة يوميات المربي الصغير. رجعنا لكم النهاردة في حلقة جديدة. موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي نفرق بين الذكر والنتاية في الحمام. طبعا الموضوع دوت يهم كل الناس، سواء الناس القديمة او الناس الجديدة، لان في ناس قديمة في تربية الحمام لحد دلوقتي بتتلخبط ساعات في الذكورة والنتي. تمام. وطبعا الناس المبتدئة لازم تعرف الكلام ده عشان ما تضحكش عليها، ولما تنزل تشتري حمام من اي مكان تبقى عارفة ان هي بتشتري الايه الطول اللي ماسكاه في ايديها دوت ذكر او نتاية. وهنتكلم برضو عن اهم العلامات. هنتكلم عن اكتر من 10 طرق او 10 علامات تقدر تفرق بينهم بين الذكر والنتاية بكل سهولة. مفيش اسهل من كده. يعني ان شاء الله بعد الفيديو دوت مفيش حد ان شاء الله على قد ما هنقدر، حتى لو انت لسه اول يوم في تربية الحمام هتعرف من خلال المواصفات ديت تفرق بين الذكر والنتاية. طبعا في بداية الحلقة يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك يا جماعة. اللايك بيرفع الفيديو. تمام. على بركة الله نبدأ حلقتنا. اول حاجة عشان خاطر نفرق بين الذكر والنتاية، تمام، هنتكلم اول حاجة واسهل حاجة الشكل الخارجي او المظهر الجسدي، بمعنى شكل الراس، شكل الحجم. طبعا العملية سهلة. حجم الذكر معروف ان حجم الذكر اضخم من النتاية. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة الرقبة، تبقى رقبة الذكر غليظة وتخينة. تمام. راس الذكر بتبقى اضخم من راس النتاية. تمام. يبقى دي اول حاجة الشكل الخارجي، او المظهر العام من بره. تمام. وتاني حاجة موضوع الرقبة، تبقى الرقبة في الذكر غليظة عن الانثى. تالت حاجة المنقار يا جماعة في الذكر بيبقى منقار مفلطح، بمعنى ان هو بيبقى عريض شوية عن النتاية، وفي نفس الوقت بيبقى فيه زوايد. بتلاقي المنقار فيه زوايد شوية، بتحسه كده ان هو بيبقى اضخم واطول من المنقار اللي في الانثى. تمام. دي تالت حاجة او تالت طريقة نقدر برضو نفرق بيها. الطريقة الرابعة، طبعا انت ماسك الفرد في ايديك، فبتمسك الفرد بتقلب الفرد، بيبقى فيه عظمة الصدر. بتلاقي عظمة الصدر بارزة في الذكر شوية، بتلاقي العظمة اعرض او بارزة في الذكر شوية. زائد برضو بالنسبة للشكل العام بتلاقي صدر الذكر اكبر. يعني لو هتمسك جوز في ايديك ذكر وانتاية، بتلاقي النتاية صدرها يعني ايه عالضيق، يعني مش عريض كنز. تلاقي الذكر يعني صدره عريض مفلطح كده. تلاقي كده اللي هو ايه بالبلدي كده، تلاقي الذكر ماشي في الاوضه عندك او في المكان اللي بتربي فيه معرضها، ماشي كده فارد ايه معتز بنفسه. ده بتلاقي الذكر ماشي كده ايه فارد جسمه. تمام. ده بالنسبه لعظمه الايه الصدر. اسهل حاجه بقى الريش. تلاقي الريش في الذكر، تلاقي الريش لامع. تلاقي مثلا الذكر الحمام خصوصا الريش الرقبه بالذات بتلاقيه بيلمع او اكتر زهو عن ريش النتاية. تمام. والكلام ده يبان قوي في الشمس. لو انت مثلا في الشمس هيبان قوي الريش اللي الذكر ان هو بيلمع كده وزهو كده عن النتاية، تحسه حتى كثيف. تلاقي ريش الرقبه بالذات، وتلاقي الرقبه اطول، يعني تلاقي الرقبه اطول وتلاقي الراس اضخم. ودايما الذكر بيبقى اطول من النتاية. لو الاتنين واقفين على الارض بتلاقي برضو الذكر اطول من النتاية. سادس حاجة او سابع حاجة الرجل. الرجل الذكر يا جماعة بتبقى الرجل اضخم واضخم، يعني اضخم شوية واضخم من نمسك القصبة كده، قصبة الرجل، ونمسك الرجل نفسها بيبقى فيها الصوابع. بتلاقي الصوابع بتاعت الذكر متساوية عكس النتاية بتلاقي صوابع اطول من صوابع. انما الذكر زي ما قلنا بتلاقوا رجليه صوابعه متساويه، ونيجي للساق نفسها او للرجل نفسها بتلاقيها اضخم واضخم شويه. تمام. تاني حاجه يعني تاسع حاجه او تامن حاجه الفرد في ايدينا بنمسك من ورا عند فتحه المجمع حاجه اسمها العظمه الدبوسيه، اللي هي عظمه المخرج او ايه او المكان اللي الجهاز التناسلي بتاع الحمامه يعني. تمام. المكان اللي بيبيض منه. تمام. بتلاقي النتايه العظمتين اللي ورا بتلاقيهم في الذكر ضيقين قريبين من بعض وضيقين، بعكس النتايه بتلاقي العظمتين اللي ورا الشوكتين، بنسميهم كده الشوكتين عشان برضو الناس القديمه تبقى فاهمه. الشوكتين اللي ورا بتلاقيهم
بعاد عن بعض، وفي نفس الوقت بتلاقيهم ارق، يعني بيبقوا ايه ارق شويه من عظم الذكر. عظم الذكر بيبقى غليظ ناشف، بيبقى جامد شويه. تمام. دي رقم 9. رقم 10 نيجي للصوت. صوت الذكر يا جماعه معروف، صوت الذكر اخشن وليه صوت. تلاقي الفرد الذكر ليه صوت غير النتايه. نادرا لما تلاقي نتايه خشنه، تلاقي نتايه بتزوم. معروف الذكر من اهم صفاته ان هو بيزوم، وان هو وليه صوت مميز، وان هو بيجعر. الحاجات دي كلها بتميز الذكر عن النتايه. نيجي برضو لحاجه مهمه بقى، غير بقى الشكل الخارجي والصفات الجسديه والكلام دوت، للسلوك. السلوك بقى، الناس برضو اللي بتحب تقعد مع الحمام بتعرف تميز قوي بين النتايه والذكر وهي قاعده مع الحمام. تبقى انت قاعد كده وسط الحمام، بتابع الحمام بتاعك، تبقى برضو ايه قاعد. إيه الكلام ده حتى تعرفه في الشبابيات، ان في ناس برضو قديمه بتتلخبط في موضوع الشبابيات. تمام. سلوك يا جماعه الذكر بيبقى عدواني شويه، الذكر بيبقى شرس، قاعد يتخانق مع الذكر ده ويضرب في ده ويضرب في الزغلول ده ويضرب في النتايه دي. هو الذكر بطبعه هو كده عدواني شرس، تمام، بتاع مشاكل، قاعد بيتخانق في الايه في المكان. تمام. ده ذكر كويس، ده صحته كويسه، ده ذكر محترم. ما بحبش انا الذكر الجبان اللي بيبقى قاعد كده واخد جنبه وخلاص. لا، الذكوره دي تبقى كويسه، وهي دي اللي تفرخ منها. تمام. بعكس بقى النتايه، تلاقي النتايه ملهاش صوت، او نادرا لما تلاقي لها صوت. يعني دي بالنسبه لموضوع الصوت. طيب رقم 10 او رقم 11، بتلاقي في التزاوج بين الذكر والنتايه، بتلاقي النتايه هي اللي بتدخل بقها في بق الحمام، في بق الذكر. يعني هي تلاقي حتى تميز كده، لو انت عايز برضو تكون شاكك ان انت مثلا الاتنين دول مثلا نتايتين واخدين بعض، ولا ذكر وانتايه، ولا ذكرين واخدين بعض. بيبقى في ساعات حمام ذكوره بتاخد بعض، وساعات نتي بتاخد بعض، بيبقوا عاشقين بعض ومحدش يعرف يفرق بينهم. وتلاقي الشكل برضو، ساعات الشكل بيبقى خداع، وساعات الواحد بيبقى مش في دماغه بيقول دول ذكر وانتايه وطالعين مع بعض، وقص ذكر وانتايه مع بعض. مش شرط يا جماعه ان هم يطلعوا مع بعض ذكر وانتايه. بنسبه 70% او 80% بيبقى العشوش خارجه ذكر وانتايه، بس بيبقى بنسبه مثلا 20% او حاجه و20% بتلاقي اختلافات، ممكن تطلع ذكرين وممكن يطلعوا انتايتين. تمام. بتلاقي برضو بقى من موضوع برضو السلوك، تلاقي الذكر بيلف حوالين النتايه. تمام. دايما الذكر هو اللي بيقعد يلف حوالين النتايه، وتلاقي الذكر في نفس الوقت بيقعد يضرب النتايه في راسها عشان خاطر تخليها تبيض والكلام دوت. الحاجات دي بتبقى مميزه قوي عن الذكر. وفي نفس الوقت برضو النتايه بيبقى لما بتيجي تزوف بتلاقي ريشها كده بتفرد ديل الريش، ريش الديل عفوا من ورا. تمام. وبتلاقي الذكر دايما اللي هو اللي بيلف حوالين النتايه، هو اللي بيقعد يلف، ياخد نص حركه نص دائريه كده. تمام. وساعات بياخد حركه دائريه، ودايما وتلاقي النتايه هي اللي كمشانه في نفسها كده، وهي اللي رقبتها راح تحط رقبتها وسط جسمها كده. تعرف كده اوتوماتيك ان دي نتايه. الحاجات دي يا جماعه بتبقى سهله جدا على فكره، هي بس ممكن تبقى انت قاعد مع الحمام تفرق بين الكلام ده بسهوله. يعني العمليه مش محتاجه خبره قوي، انما الحاجات الخبره ان انت تبقى واقف وانت بتشتري، رحت سوق جمعه، نزلت من تاجر، الكلام ده الناس المبتدئه على الاقل يا جماعه تبقى حتى بنسبه 80% 90% عارف الفرق بين الذكر والنتايه. ما حدش يقول لك خد الذكر ده يا حبيبي او خد النتايه ديت ويقعد يحلف لك وشغال ومش عارف ايه وتاخدها وتمشي. لا، انت تراجع الحاجات ديت، ال10 طرق دول او ال12 طريقه دول. تمام. وتشوف دي بنسبه كبيره هتسهل الدنيا شويه على الناس، وهتخلي الناس لو حد تايه دلوقتي او حد تايه في فرد عنده، ادخل راجع شوف الشروط دي ايه، وراجع واسمع الحلقه للاخر. وزي ما قلت لكم يا جماعه، يا ريت تفعلوا زر الجرس والاشتراك في القناه واللايك يا جماعه. واي حد محتاج اي سؤال عندكم في الكومنتات، ما اي حاجه ما تتكسفش يعني. تمام. ويا رب بتمنى لكم يا رب التوفيق ليكم، وبتمنى لكم الخير يا رب. وبالمره برضو انا عامل حلقه عن اعمار الحمام، اللي هو عمر الحمام وسن الحمام. هسيب لكم برضو الرابط بتاع الحلقه في صندوق الوصف تحت. تمام. اللي عايز يعرف مثلا الحمام اللي عنده عجوز ولا سنه ايه، ولا شبابيات، ولا ظروفه ايه. تمام. سايب لكم برضو شويه حاجات كده، معلومات تقدر برضو بنسبه كبيره تبقى عارف الحمام اللي عندك اذا كان داخل على ان هو عجوز او عطال او ظروفه ايه، تبقى انت حتى عارف ايه دنيتك ايه. ما تسيبش الحمام كده قاعد عندك وخلاص، تبقى انت عارف الحاجه عمرها معاك ايه، انتاجها هيبقى رايح فين وجاي منين، عشان المكسب وعشان ربنا يكرمكم. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.